كنت أول مرة أحس إني اكتشفت جانب جديد في نفسي، جانب كان مجهول بالنسبة لي تماماً. مع مرور الأيام انجرفت ورا مشاعر قوية وبدأت أعمل حاجات ما كانتش صح. وقتها كنت فاكرة إن دي السعادة الحقيقية وإن ده اللي كان ناقصني في حياتي. كنت بحس بشوق كبير لكل اللي بعمله وكان بيخليني مش بعرف أنام من التفكير. أنا اسمي رنا وبحكي قصتي النهاردة مش عشان حد يتريق عليا، لكن عشان تتعلموا منها. دايما بنقابل في حياتنا حاجات وممكن ما ننتبه لهاش أو حتى ما نحطش نفسنا مكان اللي بيعدي بيها. كل واحد فينا بيفكر إنه بعيد عن الغلط، لكن اللي بيفصل بين الغلط وبين الواقع اللي عايشينه هي لحظات تفكير سريعة، وممكن الشيطان يكون فيها أقوى. لو فاكر إنك بعيد عن أي غلط فالدنيا مش سهلة، وممكن في لحظة تلاقي نفسك في مكان مش عارف تتصرف فيه. قصتي من البداية كان فيها تعقيدات ومشاكل نفسية كتير، بس أنا للأسف ما تجاهلتهاش ومعالجتهاش. سبت نفسي لحد ما وقعت في مصيبة كبيرة. كان عندي 14 سنة لما حصل لي موقف أثر فيا نفسياً وغير طريقة تفكيري ناحية كتير من الأمور. للأسف بدل ما أتكلم مع حد كبير أو ألجأ للمساعدة، رحت لأصحابي اللي في سني وحكيت لهم. ودي كانت أكبر غلطة عملتها، لأني كنت محتاجة توجيه من حد ناضج وعنده خبرة. بعد كده انجرفت أكتر وأكتر في طريق مش كويس، وخصوصاً مع وجود الإنترنت بقيت أقضي وقت كتير في حاجات ما كانش ينفع أتفرج عليها أو أعملها في سني ده. الموضوع تطور وبقيت مدمنة على الجو ده، لدرجة إن أي يوم يعدي من غيره كان بيبقى كارثة بالنسبة لي. وقتها ما حبيتش ألجأ لحد يساعدني لأني كنت فاكرة إن ده هو الصح. فضلت على الوضع ده سنين وما كنتش عارفة إذا كنت في يوم من الأيام هقدر أرجع إنسانة طبيعية ولا لأ. طول الوقت ده كنت بعيدة جدا عن ربنا، بالرغم من إن أهلي كانوا ناس متدينين وملتزمين. كنت عايشة في حالة تمرد كبيرة وما كانش فارق معايا أي حاجة غير إني أعمل اللي أنا عايزاه. في فترة معينة قررت إني أغير حياتي وأتعامل باحترام، وفكرت إني ممكن ألاقي شاب كويس وأتجوز وأبدأ حياة جديدة. وفعلاً اتعرفت على شاب اسمه محمد، كان سواق وشكله وسيم. حبيته وحسيت إنه هيغير حياتي. لما تقدم لي أهلي رفضوا لأنه من بلد تانية وبعيد عنهم، وخافوا عليا لأني كنت معروفة بطيشي. لكن أنا اتمسكت بيه جدا لأني كنت خايفة إن الجواز ده هيخليني أبعد عن أهلي وعن كلامهم عن الدين والصلاة اللي كنت شايفاه قيود. اتجوزت محمد غصب عن أهلي وكنت فاكرة إني هكون سعيدة. محمد كان بيحبني وبيخاف عليا، لكن كان عنده مشكلة في العلاقة الزوجية، وده اللي خلاني أحس بفراغ كبير. بس قلت مش مشكلة، المهم إني في الحلال. لكن للأسف المشاكل بدأت لما محمد خسر شغله ودخل في أزمة مالية. الفلوس لما قلت الخناقات زادت وابتديت أحس بنفور منه. وللأسف اكتشفت إنه دخل في علاقة مع واحدة تانية اسمها هند. وقتها حسيت بالغيرة والجنون وما كنتش عايزة أي حد يشاركني فيه. قررت أنتقم من هند. تواصلت مع صاحبة ليا قديمة وخططنا إن نجيب هند البيت عندي وخليها تشرب حاجة فيها منوم. وفعلا عملت كده. لما فقدت وعيها صورتها في أوضاع محرجة وهددتها بالفيديوهات دي عشان تبعد عن جوزي. البنت كانت في حالة صدمة وانهيار وقالت لي إني شيطانة ومش بني آدم. وقتها كنت حاسة فعلا إني شيطانة. أفكار الانتقام كانت مسيطرة عليا تماما. بعد ما خلصت طردتها من الشقة، وفعلا هند بعدت عن جوزي. بعد فترة جوزي محمد دخل السجن بسبب مشكلة مالية واتحكم عليه ب10 سنين. الدنيا اسودت في وشي ولقيت نفسي لوحدي. لجأت تاني للطرق الغلط اللي كنت بعملها قبل الجواز علشان أعيش، وابتديت أستغل الناس وأهددهم بالفيديوهات اللي كانت معايا. وصلت لمرحلة إن بقى عندي فلوس كتير في البنك، لكن الحاجات دي كان ليها عواقب. خال جوزي عرف باللي بعمله وهددني إنه هيبلغ جوزي. في الأول سمعت كلامه وحاولت أغير، لكن ما قدرتش أتحمل ورجعت تاني للطرق الغلط. وقتها جاتي فكرة شيطانية إني أعمل مع خاله نفس اللي عملته مع هند عشان أسكته. وفعلا صورته وهددته زي ما عملت مع هند،
كان في حالة صدمة وكسرة نفس زي هند بالظبط. فضلت أستغل خالي وأهدده وأطلب منه فلوس كل ما أحس إني عايزة أسيطر أو أتسلى. كتر اللي عملته فيه خلاه يزهق ويتخنق لدرجة إن هو بلغ عني. وفجأة لقيت الشرطة بتخبط على باب شقتي. فتشوا الشقة ولقوا الموبايل بتاعي بكل الفيديوهات اللي عليه، مش بس فيديوهات خالي لكن كمان فيديوهات هند. دخلت السجن، حاولت أخرج بكل الطرق. صرفت فلوس كتير على محامي ودفعت فلوس لخال جوزي عشان متنازل، لكن القاضي رفض يخفف الحكم وقال لي إن 5 سنين قليل عليا، ووصفني إن مش بني آدمة وإني شيطانة. وقتها حسيت إن فلوسي وعملي كله ملوش أي لازمة. ال5 سنين دول علموني درس عمري ما هنساه. اليوم في السجن من غير حرية بيخليك تفكر في حاجات كتيرة ما كانتش في الحسبان. وأول حاجة فكرت فيها كانت ربنا. ليه ما لجأتش لربنا من البداية؟ ليه أهلي حاولوا كتير معايا وأنا كنت برفض؟ يا ترى شكلي هيبقى إيه لما يعرفوا اللي عملته؟ فضيحتي هتبقى عاملة إزاي؟ كل الجنان ده كان ليه؟ لو كنت لجأت لربنا كنت ههدى وهكون أحسن، ما كنتش هفكر في شهوة أو أي حاجة من دي. كنت هنقذ نفسي وهبقى إنسانة طيبة مش شيطانة. الشيطان كان عايش جوايا من صغري وهو اللي ضيعني، ودي كانت قصتي.